العالم بيتغير بسرعة مرعبة. الذكاء الاصطناعي مش مجرد فكرة من فيلم خيال علمي، لأ، ده واقع بيحصل دلوقتي. في أقل من 10 سنين الذكاء الاصطناعي قدر يدخل كل مجال تتخيله، من المحاسبة للقانون لكتابة المقالات وحتى تصميم الإعلانات. والموضوع مش مجرد إن روبوت بياخد وظيفة، لأ، دي نهاية عصر التفكير البشري التقليدي اللي كان زمان بنقول عليه مهارات إنسانية، زي الإبداع، التحليل، اتخاذ القرار. النهاردة ال AI بيعمله أسرع وأدق ومن غير ما يشتكي. شركات كبيرة بدأت تقلل عدد الموظفين فعلا وتستبدلهم بأنظمة ذكاء اصطناعي بتشتغل 24 ساعة في اليوم، ما فيهاش أجازات ولا غلطات. الموضوع مش بعيد يا صاحبي، ده بيحصل حواليك دلوقتي. وفي الوقت اللي الروبوتات بتبني مصانع وبتحرك شاحنات وبتدير الحسابات، في ملايين من الناس ممكن يفقدوا شغلهم في سنين قليلة. الاقتصاد هيتقلب، والدول اللي ما عندهاش تكنولوجيا قوية هتتأخر أكتر وأكتر. هيبقى في عالمين: عالم بيمتهك الذكاء الاصطناعي، وعالم بيتحكم فيه الذكاء الاصطناعي. بس السؤال الحقيقي، انت في أنهي جانب؟ هل هتتأقلم وتتعلم تستخدم الذكاء الاصطناعي، ولا هتسيبه ياخد مكانك؟ الفرصة دلوقتي مش بكرة. ابدأ اتعلم وطور نفسك، وخلي المستقبل يشتغل ليك مش ضدك. ولو حابب تعرف أكتر عن إزاي تقدر تواكب التطور ده وتستفيد منه قبل فوات الأوان، اشترك في القناة واضغط لايك للفيديو ده، واكتب لي في الكومنت رأيك. هل فعلا الذكاء الاصطناعي ممكن ينهي العالم، ولا إحنا اللي ممكن ننقذ نفسنا قبل فوات الأوان؟ فاير.